والكلام اللي قاله دوت وفي هيئة خرجت من الأزهر بتقولك إن هي هتراجع المناهج وهيتم تنقيح المناهج. يعني إزاي هيتم تنقيح المناهج وهتتنقح من إيه بالتحديد؟ هو في واحد يحتفل بالنبي الساعة 7 الصبح ده ما حدش عارف ساكن فين. يا رب يا رب يقذف الرعب في قلبه في قلبه وفي قلب كل اللي بيأيده. مرعوبين يا مولانا، دول مرعوبين ما بيناموش ليه؟ عارفين ان هم مغتصبين، وزي ما خنت هيطلع لك اللي هيخونك ان شاء الله باذنك يا رب وبمشيئتك باذن الله. فما حدش عارف هو ساكن فين، وحراسه ما يعرفش بتعمل ازاي. فجاي بيقول لك الاحتفال بالمولد النبوي. مولد نبوي مين؟ وده بيحترم النبي؟ ده مسلم. طب في مسلم يقول لن اسمح لصاحب مشروع اسلامي ان يطبق اسلامه؟ طيب في مسلم بيقول انا قلبت على مرسي لان مرسي كان عايز يغير عقيدة مصر؟ هو كان مرسي ايه، صليبي ولا مسلم ولا؟ طيب في واحد بيقول انا قلت لهم الاسلام ما ينفعش يحكم، ده بيحتفل بالنبي ده. واحد بيقول لا وجود للدين في الحكومة القادمة، ده يبقى تقول لي ده بيحتفل بالنبي؟ اللي رايح يتحالف مع اليهود عشان يجي يضربوا المسلمين وقتلوا 4 في رفح وفي سينا، وبعدين بيعمل دلوقتي كيلو متر، مش نص كيلو، مش 500 متر، كيلو متر، وهيزيل من على الخريطة حاجة اسمها رفح لصالح اليهود. والله يقول في سورة المائدة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دي اسف سورة البقرة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سورة المائدة بقى الآية 51 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وسورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ده اليهود بيقولوا عليه البطل القومي، ده اليهود بيقولوا ربنا كرمنا أكتر من حسن حمارك بالسيسي. بعد كده في إيه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الصحافة الصهيونية بتقول ان نتنياهو بيسوق لحملته الانتخابية بتحالفه مع عبد الفتاح السيسي. ده في ناس كفرت نتنياهو لانه متحالف مع عبد الفتاح السيسي. ده مين اللي كفر؟ طب ده مين اللي كفر؟ يعني هو كافر اصلا كيهودي لكن بيقولوا ده تحالف مع اليهود. بيقولوا على الخسيسي المجرم ده الخسيسي ليس صديق وانما هو شريك.